لما تيجي تبعت ايميل في الشغل خلي بالك من الحاجات دي. اول حاجه تحط مين في ال2 وتحط مين في الCC. ال2 هو الشخص اللي انت بتقول له لو سمحت اعمل اكشن. فانت لا طبيعي في الشغل لو حد بروفيشنال والناس شغاله معاك كلها بروفيشنال، لما تفتح ايميل وتلاقي نفسك في الCC ده معناه انه خلاص انا هبص على الايميل ده بعدين، لانه نون ايرجنت ونون امبورتنت بالنسبه لي، انلس ان في توبيك معين انت بتتابع عليه محطوط في الCC فانت عايز تشوف. لكن ال2 ده شخص بقول له اعمل حاجه او بقول له اعمل اكشن. الCC ده شخص بقول له لو سمحت بص على الايميل ده او خليه فور يور ريفرنس، او بسيس مانجر بتاع حد عشان خاطر يبقى موجود معانا في الايميل. دي اول حاجه. تاني حاجه مهمه جدا لما تيجي تبعت ايميل انك تافويد الدباجه الطويله، تجنب الكلام بتاع زمان اللي هو ايه دير فلان hope this mail finds you well being in your مش عارف finest مش عارف ايه it was very nice. ما حدش بيقرا الايميلات دي خلاص اني مور. دلوقتي احنا في عصر السبيد، في عصر التيك توك، الفيديوهات الدقيقه. نفس الكلام بالظبط في الشغل في الايميلات. هاي محمد ثانكس فور اور ميتنج توداي 1 2 3 4. دير احمد بليجر ميتنج يو 1 2 3 4. انما الدباجات الطويله اللي في الاول دي ما بتنفعش، يعني ما بتاكلش مع حد خالص. تالت حاجه تاخد بالك منها ان الايميل بتاعك يكون قصير ويكون كونسايز ويكون فيه اكشن بوينتس واضحه جدا. ولو هتستخدم اكشن بوينتس اكتر من واحده او اتنين حطهم في صوره بوليت بوينتس مهمه جدا. الايميل بتاعك ما ينفعش يكون طويل. لو الايميل طويل اعمل اتاتشمنت حطه في وورد فايل وحطه في اتاتشمنت في ايميل، وقول والله احنا از بير اور ديسكشن بليز فايند الميتنج مينتس في الاتاتشمنت وخلاص. انا ما ينفعش افتح ايميل الاقيه صفحتين ثلاثه بقعد اقرا فيه. لو الايميل بتاعك فيه اشخاص كتير، في ناس كتير، في اكشنز كتير، اعمل بلف. اكيد سمعت او شفت كلمه بلف. بلف هي اختصار بوتوم لاين اب فرونت، او بالمختصر المفيد فوق كده موجز لك عشان ابدا تقرا الايميل ده اقول لك والله محمد ابعت الايميل، احمد يرد عليه، وابراهيم يسجل الميتنج مينتس. تحت بقى احنا النهارده الميتنج عملنا كذا كذا وسوينا كذا وبتاع وعملنا الكلام ده. لكن فوق اقرا على طول البوتوم لاين اب فرونت لو انا وقتي ما يسمحش ان انا اقرا البلف، فاعرف بالظبط الميل ده بيتكلم عن ايه. ودي حاجه مهمه جدا لو ايميلك طويل، او لو هتتكلم عن حاجات كتير، او لو في الميل في اشخاص كتير مطلوب منهم حاجات. من اهم الاتيكيتس في الايميل كمان ان الايميل بتاعك يتبعت في الوركينج اورز. طبعا الكلام ده ما بيحصلش كتير في الوركينج لايف الحقيقيه يعني اللي احنا عايشينه، كل حاجه اصلا يعني مقتحمه من حياه البيزنس في الحياه الشخصيه. لكن مهم جدا ان انت تحاول قد ما تقدر، خصوصا لو الايميل بتاعك مهم، انك تبعت الايميل ده يكون في وقت الشغل. ولو حبيت تكتبه بالليل فخاصه في الاوتلوك موجوده انك تعمل سكادجول ايميل اول ما بتفتح اللابتوب تاني يوم بيبعت الايميل على طول لو انت عامل له سكادجول. بس لازم تكون بتفتح اللابتوب، خلي بالك دي في الاوتلوك عشان ما تلبسش فيها. حاجه مهمه جدا كمان في الاتيكيت انك ما تحطش حد في الCC او في ال2 نون ريليفنت. يعني ما تحطش حد ملوش علاقه بالموضوع خالص لمجرد ان انا والله عملت شغل فعايز بقى ابين ايه، فبحط مدير القطاع الطبي الباكستاني عشان خاطر يجي يبص على حاجه، لان الحاجه دي بالنسبه له هي نون ريليفنت نون امبورتنت. فانت ما تحطش حد ملوش اي قيمه في الايميل يبعت لك ايميل رخم يقول لك لو سمحت قول لي ايه المطلوب مني، انت بعت الايميل ده حاططني في الايميل ده ليه. اخر حاجه تاخد بالك منها لو بتبعت ايميل مهمه جدا في الاتيكيت انك تافويد الكابيتال ليترز. الكابيتال ليترز دي بتبقى زعيق، فلما تيجي تبعت حد قول له ايه بليز ستوب سيندينج مي ذس ايميل، ده بالطريقه دي انت كده بتزعق له لو انت كتبت ستوب سيندينج ذس ايميل بكابيتال ليترز. لو عايز تعلم حاجه مهمه ممكن تاخدها بولد او تاخد تحتها خط او تعملها ايتاليك بحيث الشخص قدامك يعرف، او تهايلايت بالاصفر يعرف ان الحاجه دي ديفرنت او انت عايزه يبص عليها. لكن ابدا ما تكتبش بالكابيتال ليترز انها بتبقى زعيق.